مربة العنب بطريقة سهلة وبسيطة. أنا معايا كده 3 كيلو من العنب أو على حسب الكمية اللي انت حابة تعمليها. 3 كيلو من العنب غسلتهم كويس وصفيتهم من المية، وطلعت منهم يعني من أي عناقيد ولا أي حاجة فيهم. وضفت كمان يعني 3 كيلو من العنب ضفت لهم كيلو سكر. الكيلو العنب بتضيفي له كوباية من السكر على حسب تسكيرة العنب برضو. طبعا العنب البنات دلوقتي مسكر قوي فما بيحتاجش سكر كتير. انا ضفت كيلو من السكر على ال3 كيلو من العنب، وقلبتهم كده في بعض وحطيتهم في التلاجة من بالليل للصبح. حابة تعمليهم في نفس اليوم يعني على الأقل حتى 3 4 ساعات، بتخلي العنباية كده تتغلف بالسكر. بتحطيه بقى في بتغطيه وتحطيه في التلاجة وبتطلعيه بقى من التلاجة، بتلاقي السكر باش كده وبقى عامل زي المية في العنب. بتحطيه بقى في الحلة اللي انت هتحطها على النار بدون طبعا اي اضافات من المية، لان هو هينزل المية بتاعته كلها. وبتحط في البداية خالص كده اول نص ساعة بتحطيه على نار متوسطة، يعني ما بتكونش النار عالية ولا هادية قوي، بتكون النار بتاعته متوسطة كده. اول بقى ما بيبدأ يغلي معاكي كده بتحسي ان في ريم تقيل وريم خفيف. هو عامة الريم الخفيف بيتقل معاكي، بتشيلي الريم بتحسي ان هو تقيل معاكي كده، ده بتشيليه علشان ما يعملش يسكر معايا العسل بتاع المربى او يتلف المربى وتبوظ معاكي بسرعة. كل ما يجي معاكي ريم كده، هو ما بيبقاش فيها ريم كتير عامة ولا حاجة، دول الشوية اللي انا طلعتهم مع كمان معلقة بسيطة كده من المربى كمان. اول ما تحسي ان العنب خلاص طلع الميه بتاعته والميه بقت كتير كده، تقريبا وصلنا اول زي ما قلت لك نص ساعه، بعلي النار بقى، بتبقى على النار عاليه عادي. وبعد ساعة كده من الغليان بضيف عليها عصرة ليمونة كاملة. حابة تحطي ملح ليمون براحتك، ما انتش حابة وحابة تحطي ليمون بس براحتك يعني. انا هنا خلاص انا قربت ان المربى بتاعتي استوت. عرفت منين ان المربى استوت؟ بتحس ان العنب معاكي كتل كده وبقى كتل معاكي، يعني كل مجموعة عنب بتبقى ماسكة في بعضها كده. كده خلاص بتعرفي ان المربى استوت معاكي. في النهاية بقى بتضيفي ظرف من الفانيليا او معلقة كده من ماء الورد، وبراحتك انت حابة تضيفي ده او ده، او حابة ما تضيفيش براحتك بقى. انا غرفت طبق كده وطفيت عليها، حطيت الطبق كده والمربى ديت كانت سخنة. حبيت اوريكي وهي سخنة، بتبقى يعني لسه ايه السوائل بتاعتها تحسها زي المية كده. عبيتها في براطيم زي ما انتوا شايفينها كده وبدأت تدفى معايا، وما بغطيش البراطيم خالص غير لما تبرد تماما. ال3 كيلو مالوا معايا ال3 براطيم دولت، يعني معنى كده ان كل برطمان بياخد كيلو من العنب.